الحقيقة إن في بعض الأخبار اللي بتتسرب من مجلس إدارة الزمالك، وأنا قاصد إن أنا أقول لك إنها بيتم تسريبها، ما هياش اجتهادات صحفية. ليه بقول لك الكلام ده؟ لأن اليومين اللي فاتوا طلع كلام إن بنتايج هيبقى في جلسة موجودة معاه وهيحضر لمقر النادي عشان يساوي مستحقاته المتأخرة ويرجع تاني يلعب. الفكرة إن بنتايج أصلا سافر المغرب هو وكيله ومش موجود في مصر. طب المجلس هيقعد معاه إزاي؟ الحقيقة المجلس بيحاول إن هو يعني يدي بعض الامور اللي ممكن تكون فيها مسكنات للجماهير، لكن بنتايج انقطعت علاقته تماما بنادي الزمالك، لا في جلسات ولا في قعدات ولا في تسويات لمستحقاته الماليه. خلاص الراجل فسخ عقده من جانب واحد زي ما صرح وكيله قبل كده. طيب الكلام على انتقاله الى نادي بيراميدز وارد واحتمال كبير جدا بنسبه تتخطى 90%. ليه؟ بسبب إصابة كمان محمد حمدي، فبدأوا يفكروا بشكل أكبر في التعاقد مع بنتايج. لكن الفكرة إن بنتايج قانونا مش من حقه إنه في الانتقالات الشتوية الحالية إنه يلعب في أي نادي في مصر، ممكن يلعب بره. فممكن بنتايج يفضل موجود وتمرينات تأهيلية ويتمرن مع نفسه لغاية بداية الموسم ويروح بيراميدز. ده الأرجح إنه هيتم الفترة اللي جاية.